يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه حضرتك. الله يسلمك. عامل ايه يا حازم؟ انا كويس. الحمد لله. جايب عشاء معايا نتعشى مع بعض. لا معلش، مش هينفع. انا مش هينفع اطول. انا لازم ازور اختي وحبات عندها. عندي شويه ورق كده اخلصه الصبحيه وارد تاني على اسكندريه. ادم يا حبيبي، ممكن اتكلم مع بابا شويه؟ ما ينفعش كده يا حازم. الولد لما بتيجي سيرتك بيتلبش. اه، حضرتك عارفه اللي حصل؟ ايوه، هو حكالي وحلف لي انه ما شربش حاجه. الولد التاني هو اللي كان معاه السيجاره. ولنفرض انه عمل حاجه، اللي انت بتعمله ده ما بيحلش، وبالذات في السن ده. ما ينفعش تحبسه في البيت، هو مش مسجون. الولد لازم يتربى ويعرف ان هو غلطان ويعتذر ويتاسف كمان. حازم، ابنك خسر امه بقاله اقل من سنه. وما تزعلش مني، انت بحكم شغلك معرفتك بيه كانت يا دوب في الاجازات. يبقى هو دلوقتي مش محتاج اللي يأدبه قد ما هو محتاج اللي يقرب منه ويصاحبه ويقويه. مهما حصل ما ينفعش يكلم ابوه كده. انا عمري ما كلمت ابويا الله يرحمه كده. بس مش انت بنفسك اللي كنت قايل لساره انك عايز تخلف بدري عشان ما يحصلش معاك زي اللي حصل مع باباك؟ مش انت يا حازم اللي قلت ان باباك بالنسبه لك كان سياده اللواء مش بابا؟ صح يا حازم ولا لا؟ الله يرحمهم هما الاتنين. ساره حبيبتي كانت بتحكي لي كل حاجه وبتستشيرني، بس انا عمري ما قلت اللي انا اعرفه منه. لكن انا مش عايز اخسر حفيدي زي ما خسرت بنتي يا حازم باشا. شكرا حضرتك على النصايح، وتاكدي ان انا اعرف اربي ابني كويس. احنا لسه بنتعلم ازاي نتعامل مع اولادنا. انا بتعلم من ولادي واحفادي. الاجيال بتتغير يا حازم، واسمع نصيحة حد ربى اكتر منك بكتير ولسه بيربي. اللي بتعمله مع ادم ده هيبعده عنك اكتر واكتر. ولو هو له جدته، انت مالكش الا هو. فكر في كلامي، ولو عايز تبعت لي الولد، بيت جدته على طول مفتوح. تصبح على خير. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا هسلم على ادم وامشي على طول. اتفضلي، البيت بيتك. ايوه يا ستي بقفل اهو، خلاص ما تصربعنيش بقى. خلاص حاضر حاضر، مش هنسى. يلا سلام بقى. باي باي. تمام. ايه يا حبيبي؟ بالنسبه للميعاد بتاع بكره الساعه 8 نتقابل هنا ولا نروح لك على هناك على طول؟ تعالى لي على هناك على طول، خلينا في الانجاز. يا استاذ هاني، عمري يا حاج. اعمل معروف. انا بنتي مختفيه وحاسس ان جوزها هو اللي خفاها. ساعدنا، ابوس ايدك. ربنا يطمنك عليها يا حاج، بس اعذرني، المكتب مليان قواضي، صعب قوي اخد اي قضيه جديده. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا لفيت عليها كتير وخبطت على كل باب، ما عنديش امل غيرك. طب بعد اذنك يا متر، لو تسمح لي انا عايز اسمع منك. ماشي، اسمع منه، ربنا يطمنك عليها يا حاج. على اذنكم. اتفضل معايا يا حاج. اتفضل. اتفضل يا حاج. شكرا يا ابني. انا اسف يعني يا حاج، بس انت ايه اللي مخليك مش مصدق جوز بنتك؟ لانه نادل وواطي، ده مطلع عليها سمعه انها سرقته ورفقت واحد غريب وهربت معاه. عبله بنتي كانت حامل لما خفاها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت عندك اخوات بنات يا ابني؟ عندي. يبقى عارف اولهم ايه واخرهم ايه، ويعملوا ايه وايه اللي مش ممكن يعملوه. عبله بنتي ما تعملش الكلام ده. انا بعت المكنه اللي حيلت اللي باكل من وراها عيش عشان اعرف الحقيقه، وجيت هنا لما عرفت ان انتوا ما بتقفلوش بابكم قدام حد وبتقفوا مع الغلابه. طب وانت عملت محضر تغيب؟ للاسف لا. جابر افندي قاعد ياكلني في الاونطه ويقول لي كلام وكلام، بس انا اقسمت بالله ما انا واقف تاني ولا سامع كلامه، ومن النهارده مش ساكت. ما تاخذنيش يا ابني. هو انت محامي جديد؟ لا 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 لا، انا شغال مع استاذ هاني بقالي كتير جدا. متقلقش، مش محامي جديد، مش هسوحك. انا هحتاج بس تعمل لي توكيل عشان اعمل لك المحضر.
حاضر. رجع المكنه بتاعتك يا حاج من اللي اشتراها، انا مش هاخد منك فلوس. الله يكرمك يا ابني. رقم العمل حوار المسلسل المزيف طلع متسجل باسم واحد تاني اساسا. يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ القضيه دي بقت عامله زي بحر الرمال، كل ما بنغوط فيها بنغرز اكتر. بس اقول لك على حاجه يا باشا، انا كنت مستغرب برضه. احنا اصلا ما نعرفش دي قضيه ايه بالظبط، بس انا اشتريت. مفيش حاجه بتظهر الا وراها حوار. الاول ان احنا نزور اهل يوسف، نعرف ايه الموضوع بتاعه كمان. بس انا كان عندي قضيه سرقه بالاكرام بتاعت شارع ايران. مش هنتاخر يا معتز، يلا متقلقش. بس انا كان صعبان عليا 20 جنيه، ارجعها ولا اعمل ايه؟ 20 جنيه برضه. ده بيتجبر بالروس؟ ايوه، مش خير يا باشا؟ لا مش خير. هو ما بيجيش ليه ان شاء الله بقاله كام يوم؟ هو هربان ولا ايه؟ هربان ليه؟ هو عليه حاجه؟ من غير لك كتير. هتبلغوني البرق اسم وحده مبعث اسم الهرم عايزه. طب مش عايز تبلغنا حاجه لما يرجع نبقى نبلغها له؟ هو هيعرف لما يجي. ده رقم المحضر. واحسن له يجي، عشان لو ما جاش احنا هنجيبه من قفاه. نهار اسود يا نهار اسود. مش قلت لك يا فالحه؟ لا انا مش هستنى لما يتحبس وتروح عليا فلوسي. انا هروح اقول لابله هاني. خدتها من على طرف لساني، قومي قوميها عليه. ولا اسيبه مره كمان؟ سيبه مره كمان، اذا ما كانش بقى بقول لها، وهي بقى تجيبه توقفه قصادها وتشخط فيه الشخطه من دول، يبقى زي الكتكوت المبلول. وانا اللي فاكر انكم جايين تقولوا لي ابني فين. بعد اذن حضرتك، اخر مره شفته ايه اللي حصل بينكم؟ ما حصلش حاجه يا باشا، لاني ما شفتوش اساسا. اليوم اللي يوسف جه فيه مصر بعت لنا رساله بيقول فيها انه هيهج بره البلد ومش هيجي هنا تاني، ومن ساعتها ما سمعتش صوته. علشان كده انا قلت ان سعادتك جايب لي اخبار عنه ولا حاجه. يا سيدي الفاضل، ابنك مش مسجل عندنا في قوائم المسافرين، ده غير ان الخط اللي هو بيتكلم منه اشتراه بعد التاريخ اللي انت بتقول انه هو هج من البلد. الخط كان شغال لغايه من كام شهر. شغال ازاي يا باشا؟ وبيكلم مين؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه منك. يا باشا، يوسف لو كان هنا في مصر استحالة ما يكلمنيش، خصوصا انه عارف ان انا لوحدي. انا هتجنن يا ناس. يا باشا بقالي 5 سنين عاوز حد يفهمني ابني فين. علاقته بوالدته كانت ايه؟ والدته ماتت مقهورة عليه يا باشا. ده الكارت بتاعي، لو عرفت اي حاجه بلغني على طول. انا اللي عايزكم تعرفوا ابني فين يا باشا، وحياة عيالك. ان شاء الله ان شاء الله يا حاج، لو عرفنا حاجه هنبلغك.